أنا مريم، ويمكن قصتي مش عن الخوف بس، لكن عن التفكير الزيادة اللي كان ممكن يضيع مني أحلى بداية. أنا من النوع اللي بيحلل كل حاجة، أفكر قبل ما أتكلم وأتخيل قبل ما أعيش، وده كان كويس في حاجات كتير، بس في موضوع زي الجواز خلاني أخم كل تفصيلة. من ساعة ما اتخطبت وأنا بسأل نفسي، طيب الليلة الأولى دي هتكون عاملة إزاي؟ هل أنا مستعدة نفسياً؟ طب لو حسيت بتوتر أعمل إيه؟ كنت بتدور على إجابات، لكن اللي لقيته كان كلام متضارب، شوية يطمن وشوية يخوف أكتر. مع مرور الوقت بقيت مش خايفة، بس بقيت مرهقة من كتر التفكير. قبل الفرح بيوم كنت قاعدة لوحدي، وبصراحة وصلت مرحلة إني قلت كفاية، أنا تعبت من التفكير. في اللحظة دي قررت أعمل حاجة مختلفة. بدل ما أحاول أسيطر على كل حاجة، أسيبها تمشي بطبيعتها. ماما دخلت عليا وسألتني، جاهزة يا مريم؟ بصيت لها وقلت، مش عارفة، بس هحاول أكون هادية. ابتسمت وقالت، الهدوء أحسن بداية. جاي يوم الفرح، كان زحمة كعادته، بس أنا كنت مركزة إني أفضل هادية. لبست الفستان وشفت نفسي في المرايا، حسيت إني داخلة على مرحلة جديدة فعلا. في القاعة لما شفته حسيت إن اختياري كان صح. لما قرب وقال إحنا هنبني كل حاجة سوا، الجملة دي ثبتتني. بعد الفرح وإحنا رايحين البيت كنت ساكتة، بس مش من الخوف، من التفكير. هو لاحظ وقال، لسه بتفكري؟ ضحكت شوية وقلت، بحاول ما أفكرش كتير. رد وقال، طب جربي تعيشي اللحظة بس. وصلنا البيت، دخلنا الأوضة، وقفت لحظة وبصيت حواليا. الإحساس مختلف، بس مش مخيف زي ما كنت متوقعة. هو قال بهدوء، مريم، إحنا مش مستعجلين، خدي كل حاجة براحتك. الجملة دي كانت كأنها إذن إني أكون نفسي. قعدنا نتكلم، مش عن الليلة لكن عننا إحنا، عن حياتنا الجاية، عن التفاصيل الصغيرة. ومع الوقت حسيت إن التوتر بيقل من غير ما أحس. اكتشفت إن المشكلة ما كانتش في الليلة، كانت في دماغي أنا. ابتدينا نقرب من بعض بهدوء، كل حاجة كانت ماشية بإحساس بسيط، راحة مش ضغط. اتكلمت معاه بصراحة وقلت له أنا كنت بفكر كتير وخايفة. قال لي، التفكير حلو، بس مش لدرجة يسرق منك اللحظة. الجملة دي خلتني أبتسم. الليلة عدت بشكل طبيعي جدا، لا مرعبة ولا مثالية، لكنها حقيقية، وده كان كفاية. تاني يوم صحيت وأنا عندي إحساس غريب، كأني ارتحت من حمل كبير. اتعلمت إن مش كل حاجة محتاجة تحليل، في حاجات محتاجة تعاش بس. ولو في بنت دلوقتي شبه مريم القديمة وبتفكر زيادة عن اللزوم، أقولها اهدي شوية، مش لازم تتحكمي في كل حاجة، خليكي مرنة، لأن الجواز مش معادلة، ده إحساس، وكل ما كان بسيط كل ما كان أجمل.